السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ انا على اساس اطلع اصور برا، اشوف لي بارك او حديقه زين واطلع اصور بيها اذا عندي موضوع بدي احكي بيه. يعني هم انتم تستفادون وهم تشوفون الطبيعه، تشوفون الحياه برا. بس احنا عندنا عاصفه بامريكا هنا صار لها يومين ضاربتنا والجو ابد يعني ما ينطلع. صار لنا يومين محصورين بالبيت، وانا هم احسن لي يعني انه من الغرفه، لان جهالك ساعة شافتين عليه خاصه ايوس ما اخذ راحتي. المهم بهذا الفيديو راح اسولف لكم شلون تغيرت نظرتي عن امريكا بعد ما عشت بيها وشفت هواي امور يعني كنت متوقعها عن امريكا، اختلفت بمنظوري وبرأيي عن واقعها. واحدة من الشغلات اللي كنت متخيلها عن امريكا هو انه وين ما تمشي بامريكا راح تلقى فساد وانحلال اخلاقي بالشوارع وبالبارات وبغيرها. هذا الشيء ما موجود هنا بامريكا. اوكي، يعني انت بغض النظر عن واقعهم الاجتماعي وواقعهم الاسري، البنيه بعد ما تبلغ سن ال 18 يعني هاي لازم تطلع من بيتها، من بيت اهلها، وتروح تشوف لها مثلا بوي فريند وتروح تعيش حياتها بعد. يعني تجي لاهلها بس تجي زيارات، يعني تمارس حياتها والبوي فريند مالتها صديقها ويخلفون وتمشي حياتهم وهم ما متزوجين. هاي بعد هي حياتهم. بس انا قصدي انه كنت متوقع انه الشرب بالشوارع، يمارسون يعني حريتهم بالشوارع وين ما يمشون، هيك كنت متوقع. بس هذا الشيء ما موجود. يعني انا احكي عن ولايتي، هذا الشيء ما موجود. يعني بالعكس هواي اكو قوانين صارمه تحد من هاي الاشياء. يعني انا مثلا عندنا بالعراق، احنا دوله مسلمه، اشوف محلات الشرب بالشوارع، اشوف الناس تشرب بالشوارع قدام العامه قدام العوائل. هنا أنا ماكو. هنا أنا عندهم محلات خاصه البيع المشروبات، وحتى هم هاي المحلات شنو سادين، يعني ما ينشاف شيء شنو جوه، يعني مظللين الجام مالتها وما نشوف شنو جوه. صح اكو مشروبات اللي هي خلينا نقول هاي المشروبات البيره وغيرها موجوده بالاسواق، هاي مسموح بها. بس اما المشروبات الكحوليه لا، يعني اقصد المسكره، هاي الها محلات خاصه، وبالبارات وبالمطاعم. وحتى بهاي المكانات البارات والمطاعم مخلي لك حد، يعني شلون خلينا نقول خط، وحاطي لك علامه بالباب انه ما تقدر تعبر الباب زين او تعبر هذا السياج وانت لازم مالتك المشروب بيدك. يعني كلش ملتزمين من هاي الناحيه، انه مو تعالوا اخذ اغراضك واطلع برا اشرب، لا ما. وحتى بسيارتك ما يصير تاخذ البطل وتقعد تشرب بالسياره، هاي يحاسبك عليها القانون. الشغله الثانيه اللي كنت متوقعها عن الامريكان انه يكرهون العرب ويكرهون المسلمين، هيك كنت متوقع. لان يعني بسبب الحروب، بسبب الاخبار، بسبب الاعلام، بسبب هواي اكو امور، يعني هي هاي اللي غذت تفكيرنا بهذا الشيء. اوكي هسه الحكومات ما نرضي الحكومات وين ما تروح هي بجانب والشعوب بجانب ثاني. يعني حتى من صارت الحروب على العراق الاولى والثانيه، ما كنا نشوف احنا الشعب الامريكي يطلع مظاهرات ضد الحرب. فشفت ان الناس مسالمه اكثرها، يعني الناس ما عندهم هذا الحقد والكره اللي كانت الماكينات الاعلاميه تصور انه يكرهون العرب والمسلمين. ماكو شيء، بالعكس اكو كم حاله تصير يعني مال ضد الاسلام وضد المسلمين والعرب، يعني هاي نادرا ما تصير وقله قليله يعني. وذولاك اللي يسوونها هم معذورين، يعني لان هم وصلتهم صوره عن الاسلام وعن العرب صوره مو صحيحه. فلهذا اكو شويه يعني تقول اكو حقد من بعض الامريكان. اما بشكل عام لا، الامريكان ما عندهم. يعني هسه تروح يلزمك الامريكي يحكي وياك سولف، تقول له انا مثلا عراقي عربي مسلم، ابد ما لا يهتم، بالعكس يرحب بيك ويضحك وياك ويسولف وياك زين. فهذا الامر عادي عندهم. واحده من الشغلات هم كنت متوقعها انه اشوف امريكا يعني البلد متكامل يعني من الناحيه العمرانيه. هو اوكي زين، يعني بناياتهم، شوارعهم، جسورهم، مجسراتهم، الباركات، الحدائق، المواقع السياحية، كلها يعني اوكي تمام. يعني ماكو فرق هواي عن يعني خلينا نقول دولنا العربية. بس مع هذا جاي اشوفه هواي شوارع تعبانة. يعني من اشوف هاي الشوارع اقول انا معقولة هاي بامريكا؟ شوارع محفرة بشكل مو طبيعي، شوارع يعني شو اقول لكم يمكن ما مبلطة صار لها 20 30 سنة، يعني ما شايفه هذا الزفت والتبليط.
عفوا من الشوارع العادية. الشوارع مال مركز المدينة داون تاون عندنا هنا بورتلاند، إذا تروح لها تشوفها تقول هاي لا لا لا، هاي مو هاي مال حي، يعني مال حي سكني فقير وصاير بأطراف المدينة. لأن هي حتى أطراف المدينة هسه أنا إذا أروح أطراف المدينة بالغابات من أوصل أكل أوصل مسواق، شوارعهم تلمع تخبل. فما أدري ليش أكو هواي إهمال من هاي الناحية. زين، الصوت ما ادري بالحاكمه، الصوت بالبلديه، الصوت وين ما اعرف. واحده من الشغلات هم من الناحيه الطبيه، يعني انا كنت متوقع امريكا بكل شيء كامله، الكمال لله. يعني واحده منها هي الشغلات الطبيه او الجانب الطبي. كنت متوقع ان امريكا مثلا من الناحيه الطبيه مفوله توب. للاسف اكتشفت ان هذه المعلومه غلط. يعني انا هاي الشغلات جربتها بنفسي وهواي ناس تسولف عنها، وحتى دخلت احصائيات انه اكثر الاخطاء الطبيه اللي تصير هي بامريكا. بالنسبه لي حاليا هسه جاي امر مثلا عندي فد عارض صحي، يعني انا مثلا من اروح للجيم يصير عندي صداع، او مو صداع، يعني شلون يصير عندي فقدان وعي هيجي، الدنيا تتغوش بعيني، توازني شويه يختل. رحت مستشفى الطوارئ. زين، الطوارئ يعني ما احكيكم على الطوارئ كم ساعه تاخذ يلا يلوحك السرعه. يعني انت من اسمها هي طوارئ، انت رايح للطوارئ ليش؟ يعني عندك حاله طارئه تي تروح. هم هاي ما عندهم، هناك تنتظر حتى لو جايبينك بسديه وجايبينك بهاي السياره مال الاسعاف. زين، لازم تاخذ لك في ساعتين ثلاثه بالقليل. يعني انت طايح قدامهم ما لهم غلط، انتظر سراك. فرحت للطوارئ، فحص وغيره، وخلوا عندي جهاز اسبوع كامل وما اعرف شنو. اخر شيء ما طاحوا لي بالعله. زين، اذا تريد، اذا انا هسه اريد اروح هاي حاله طبيه معينه، خلينا نقول ضغط او على القلب، اذا اريد اروح للعياده، عياده خاصه ما حد يستقبلنا، لان احنا شنو التامين مالتنا؟ تامين حكومي، ما يستقبلونك الا تروح العياده هي عامه، يعني الطبيب اللي تروح له طبيب عام، يعني مو متخصص. الطوارئ ما طاحوا لي بالعله، ما عندي غير بس العيادات العامه. زين، العيادات العامة كل ما اتصل بيهم ماكو حجز، كل ما اتصل بيهم ماكو حجز. آخر شيء هسه قالوا حجوزات ماكو، لازم تبقى على السنة الجديدة. والسنة الجديدة هم شنو؟ هم لازم تنتظر، يعني تخابرنا على السنة الجديدة لحد ما نشوف لك موعد. لو مثلا ورحت راجعت، رحت للطبيب راجعت، ايش راح يسوي الطبيب؟ الطبيب راح يسوي لك فحوصات بدائية، يعني يشيك الضغط، السكر، القلب. شو يسوي؟ واذا ما طاح بالعله شو يقول لك؟ يقول لك انا راح احولك على الدكتور الفلاني. ذاك الدكتور الفلاني شنو يعني؟ اختصاص. من تخابر ذاك الدكتور الفلاني الاختصاص، يقول لك انت شنو مالتك التامين؟ يقول له تاميني حكومي. يقول لك انا ما استقبل. وهاي الحاله صارت ويانا. يعني هواي اكو امور من الناحيه الطبيه بامريكا تعبانه. يعني انت اذا ما عندك انشورنس، ما عندك تامين طبي، تتعب وتتبهذل ويصير عليك ديون وتتفاقم عليك الامراض وما تقدر تسوي شيء. يعني هواي ناس هسه جاي يشوف يريد يسوي مثلا عمليه لسنونه او غيرها، يروح للمكسيك، يسافر للمكسيك، او ينتظر من يروح للعراق يلا يسوي اسنانه هناك. للانصاف وحتى واحد ما يظلم بخته ولا ينكر فضل امريكا، ان هذا التامين الصحي فايدنا، يعني يبقى هو احسن من لا شيء. يعني احسن من ما تكون انت بدون تامين صحي. يعني فايدنا من ناحيه انه تروح تنظيف اسنان، عندك تسوي حشوه، كلها هاي ببلاش. يعني مثلا حالة ولادة هاي هم على حساب الحكومة. بس هو بشكل عام يعني خلينا نقول النظام الطبي بأمريكا اكو بيه خلل، يعني ما يتوالم ويا سمعة أمريكا. لو النظام الطبي أو النظام الصحي هنا بأمريكا زين، كان مثلا ما لحد هسه أنا صار لي أكثر من 3 أشهر حالتي هاي الصحية ما أعرف شنو علتها، ما أعرف شنو سببها. زين، يعني ابسط شيء انا لو بالعراق مثلا ب 25,000 اروح ادخل بعياده، يسوي لي فحص ويطيح لي بالعله ويعطيني علاج واخلص. واكو شغله هم حسيت هنا بامريكا، يعني اكو نسبه من الجشع كلش كبيره هنا بامريكا، انه ماكو شيء ببلاش. يعني اوكي هي صح ماكو شيء ببلاش، يعني وين ما تروح ماكو شيء ببلاش. بس يجوز مثلا بدولنا خلينا نقول العربيه الاسلاميه، انه من تروح مثلا ما عندك انت وتروح مثلا تطلب فد حاجه من محل او من مطعم، يجوز ذاك الشخص يتساهل وياك يعطيك. هنا ماكو. هنا عندك تشتري، عندك تاخذ، عندك تاكل، ما عندك تروح تنام بالشارع. اول موقف صار وياي من دخلت المطار، يعني اول ما دخلت المطار هنا بامريكا،
يعني أنا متوقع إنه أمريكا دولة عظمى، وهيجي دولة عظمى إنه لابد إنه تلقى بيها فد خدمات مجانية، يعني خاصة بالمطار، إنه أكو فد خدمات مجانية، لأن دولة عظمى ودولة متطورة، وخلينا نقول دولة غنية، إنه ما تحتاج ما يحتاجون فلوس، يعني ما يحتاجون هاي الشغلات البسيطة، يعني السنتات والدولارات البسيطة. فأول ما طبيت نزلت المطار احتاجيت عربانة تدفع على مود الجنط، فاجاني واحد امريكي رجوع كبير جاب العربان وجاني يركض، قلت يا الله. حطيت الجنط بيها وهاي، قال انطيني $10. قلت له مال شنو $10؟ قال هي الخدمة مال النقل مال العربانة. رأسة هاي أول صدمة صارت، قلت شنو هاي؟ أنا توني جاي مثلا من مطار قطر العرباين ببلاش، جربت مطار دبي العرباين ببلاش، ما ادري لان قطاع خاص، يعني هنا اكثرها شركات قطاع خاص، يعني ماكو شيء حكومي، ولهذا كل شيء بفلوس. زين، فما ادري احس انه هنا الحياة بس فلوس، الحياة بس مادة. احس انه نوع ما من الجشع، لان هم اكثرهم قلت لكم نظام هنا رأسمالي، شركات خاصة وكلها تريد فلوس، يعني ماكو شيء ببلاش. حبايبي وصلت وياكم من نهاية الفيديو. اذا عندكم اي موضوع يخص الحياة هنا بامريكا وحابين نحكي عنه، اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله اسوي لكم فيديو عنه. اشوفكم بخير ومع السلامة.